ميزان 90 كيلو ما بين تحت 20 سنة اسكندرية وبورسعيد. محمد فاروق بورسعيد يا عم، بيلعب جيش ماشي. اسكندرية والقاهرة طلع جيش. نظريتك ايه في الماتش يا كوتش؟ نكاتشن الماتش مع بعض كده. كابتن احمد السيد ما ظهرتش اي ملامح لسه اول هجمه هتبان لسه. تتمنى مين يكسب؟ اتمنى الاثنين يخسروا عشان اللي هيقابل اللاعب اللي عنده. ربنا يوفقهم الاثنين. كده بتبان ملامحها اهوت. كويس قوي انه ما نزلش. ايه رايك في الهجمه اللي فاتت دي؟ لاعب شوط يمين. معرفش صورت ثانية بطل خلاص صورت عايش تليفون لا صورت تليفوني مكسور خد كويس. اللاعب اصلا ده لعيب كيك بوكس وماي تاي. الازرق بيركز على الطاقه. لا ما هو اصلا لعيب كيك بوكس، ان هو محمد فاروق بيلعب كيك بوكس، وان هو يكسب بالطريقه ديت يعني ما شاء الله. شابوه لمحمد فاروق يعني. جوله اولى ازرق اجماع. هنا اسكندريه احمر، بورسعيد ولكن بيلعب القاهره ازرق. نجيب الماتش ده فيصل هنا طبعا كلا الفريقين كلا اللاعبين بياخدوا تعليمات من المدربين. كابتن محمد فاروق بيركز على الجانبيه اليمين او الاتجاه اليمين قدام. كابتن وليد بيركز على البيان اليمين. كلا المدربين عطوا تكنيك يمين للعيبه. هنشوف في الجوله الثانيه مين هيقدر ان هو ينفذ تعليمات المدرب. حكم الساحه كابتن حامد منطقه البحيره، حكم بساط كابتن مصطفى منطقه الجيزه. كويس يعني اللاعب نفذ، رغم ان اللاعب المدربين قالوا له العب شمال العب يمين، هو لعب شمال. اللاعب الازرق بيميل للمصارعه اكتر من ان شاء الله يعني مصارعه من اي اتجاه ربنا يحفظه. جانبيه يمين يا عم، ما هو بيلعب يا حامد. الجولة ما شاء الله يعني باينة في طريقها حتى الآن أزرق، بس طبعا ما فيش حاجة اسمها أزرق لحد صفارة الحكم. دي بطولة الجمهورية تحت 20 سنة.
وعمومه 18. البساط اللي في النص ده 20. انتهت الجولة إجماع أزرق. إجماع ركن أزرق. مبروك.